من الفيديو اللي فات، يا رب تكونوا كويسين. اخباركم ايه؟ يا رب التنبيه اللي انا لكم عليه اخر الفيديو تخلي بالكم منه. بصوا بصوا الاصابات. مش عارفه ابين لكم، جلدي ايدي كله عمال يقشر وناشف، فيا ريت ناخد الحذر بتاعنا، ناخد الحذر عشان ان شاء الله الدنيا تكون امنه. وانا كمان هقول الكلام لنفسي. بصوا بصوا تقولي البلسم، بصي عامل ازاي، حكايه. عاملين بلسم تحفه تحفه تحفه. طبعا احنا الاساسي بتاعنا الزيت العطري بتاعنا اللي هو اللافندر او الخزامي، فعشان كده عملت اللون الموف. حطينا معاه زيت الروزماري وزيت اللوز. طبعا 3 انواع زيوت، حدث ولا حرج. وممكن نزود، يعني ممكن كميات بتاعه الزيوت وتحطي تركيبه زيوت، بس كان الاساسي عندي الخزامي عشان الريحه بتاعته واللون يمشوا مع بعض. الباقيين انا حطيت كميات اقل، انا بس ما كنتش عايزه ريحه. وطبعا الخزامي او اللافندر هيكون الريحه بتاعته اعلى، بس الفكره لو حاطه نوع تاني فيه ريحه حاول يكون حاجه اقل عشان الريحتين ما يطلعوش مع بعض. احنا عايزين ناخد الفايده. عملناه ما خدش معانا وقت خالص، حلو جدا مغذي جدا. اتحداك ان انت بعد ما تستخدميه تشتري تاني من بره. طب مش عايزين نتكلم كتير، هندخل على الفيديو ونتفرج عليه لاخره. ان عجبنا الفيديو بقى هنعمل ايه؟ يا ريت يا ريت يا ريت فضلا وليس امر، لايك وشير وسبسكرايب. باي. نسمي كده حبايبي، نقول بسم الله وعلى بركة الله. وعايزة قبل ما ابتدي الفيديو اقول لكم بس على تحذير عشان نخلي بالنا ما نستهونش. اخر فيديو ان شاء الله يكون نسي اللي هو ال20 رتر برسير الجل اللي كان لونه احمر كده. طبعا انا عمالة اشتغل من غير جوانتي عشان انا الصراحة بحس ان انا متكتفة وانا بستخدمه. فبصوا هنا تخل، مش عارفة الاضاءة مبيناه ولا لا، تخل تحت ضفري حته، والصابون لسه هيتعمل يعني لسه ما تصبنش، فحامي جدا. دخلت حته بوتاص. بصوا كانت في ال3 صوابع دول، بس كانت هنا اكتر. بصوا ايوه كده باينه. بصوا هنا كانت اكتر. انا مسحه بس المرهم عشان اعرف اصور. طبعا عمل لي حرق تحت الضفر رهيب. وبصوا هتلاقي ايدي هنا بقى فيها زي قشر كده، خلاص يعني بقت في خشونيه كده قشر. اختصارا يعني عشان ما اطولش عليكم، حاولوا ان انتوا يعني تتوخوا الحذر واحنا بنشتغل. دي مواد كاويه وحارقه، فنخلي بالنا عشان ايدينا ما تتضرش. ممكن حد يجي يقول ان انا بطول في الفيديو وبتكلم كتير، بس صدقوني ده لمصلحتكم انتوا مش عشاني انا ممكن ما اتكلمش وانتي لما هتيجي تشتغلي ربنا لا يقدر تتصابي. ميه بتغلي، ومعايا 50 جرام شمع البلسم او شمع العسل او لان. خلاص لازم تكون الميه معايا بتغلي عشان الشمع ده يدوب معايا. وانا ما افضلش ان انت في الاول تشتغلي على البوتاجاز. وانا هحاول اقرب كده. بصوا ابتدى يدوب الشمع معايا، شايفين كده؟ بصي اهو الميه بتغلي جامد جدا، فهو ابتدى يدوب معايا كويس جدا. انا بس بتاكد ان الطبق ما فيهوش حاجه. بس خلاص هتعرفي ازاي ان هو داب معاكي؟ هتبصي كده. بصوا ما شاء الله تاب معايا. هحاول كده اقربه لكم. بصي حاسه بالزيت اللي فوق الوش ده كده، الخامه بتاعتك مظبوطه. هحط ايه بعد كده؟ ده هيكون رتر واحد بس لبلسم الشعر. هعمل ايه؟ هحط 50 جرام او 50 ملي من ماء البلسم. انا بصفر بس ايه الميزان عشان ما ايه، هحط في طبق وافضي من طبق لطبق. كده بنهدر خامات اختصارا يعني. انا عايزه 50 جرام. ونقعد نقلب كويس جدا جدا. اهم حاجه في الشغل بتاعنا كله الصابون والبلسم والكلام ده كله التقليب ثم التقليب ثم التقليب. يعني ممكن تشتري كويس جدا جدا وما تقلبيش، ما تديش المنتج حقه فما يظبطش معاكي. عايزين بقى نقلب كويس جدا جدا. بصي هيبتدي يتقل معاكي واحده واحده كده، هيبتدي يتقل معاكي.
بصوا حبايبي، كل ما بيقعد كل ما بيتقل، كل ما بيقعد يعني انا ممكن كمان اخففه عن كده، ما يبقاش ريت، اخففه. عايزه تلونيه لونيه، عايزه تسيبيه زي ما هو سيبيه، بس طبعا انا بلون عشان التصوير، ومعلش انا اسفه هلون باللون اللي انا بحبه. هو بالي يعني كده قيم كده شويه. طبعا حطي بقى اللي يعجبك، ايدي عايزاه خفيف قوي. على فكره البرطمان ده اللي احنا كنا استخدمناه لما عملنا البرسير الجيل، بصوا بقى حلو ازاي. نحطها نبتدي نقلب. انا هي جرام فيتامين لو او كبسوله، انا مش هنفع اقعد دلوقتي وهو سخن. انا معلش بس عشان ايدي تعباني فالتقليب بيبقى صعب شويه عليا. حتى لما تحط اللون التقلي بتاعه بان قوي، يعني هو تقيل قوي قوي قوي. خلاص انا هخفه حاجه بسيطه. ليه هخفه؟ عشان لما هيبرد كمان هيسخن، يعني هيتقل اكتر. يعني كل ما هيبرد هيتقل اكتر. طبعا حمام الكريم تبعت ما بنغسل شعرنا وبعد الشامبو بتاعنا بيتحط على الشعر، يعني بتحطيه على شعرك كده دقيقتين 3 لغايه ما تكملي بقيه الشاور بتاعك، وبعد كده بتشطفيه كويس جدا جدا، ما بتسيبيش اثر منه. هنبتدي بقى. المفروض ان احنا هنحط له الزيت العطري اللي احنا بنحبه عشان الريحه تكون عاجبانا. انا اول حاجه هحطها اللي هو الخزامي او اللافندر، عشان اللون، يعني اللون يمشي مع الريحه، وهو فعلا ريحته حلوه جدا جدا جدا. خلاص انا حطيت حوالي من اللافندر او الخزامي 5 جرام ده عشان الريحه. طب نحط ايه تاني بقى فايتر شعرنا؟ انا معايا هنا زيت الروزماري، يعني انا عايزه لما احط على شعري انا عايزه شعري يستفيد، يعني يبقى ريحته حلوه وكمان استفاده. ليه؟ بس ما خدتش كتير، يعني حوالي 2 جرام من الروزماري. خلاص. الله الله على الريحه، يا ريتكم كنتوا معايا وشامين الريحه. معايا زيت لوز، هنحط برضو نقطتين. انا حطاه وهو سخن عادي، ثم ايه اخر اللي موجودين في الازازه. انا حطاه وهو سخن عادي مش مشكله. الزيت لما بيسخن بيديني مفعول اكتر، يعني الزيت لما بيسخن بيديني مفعول اكتر. لما بتبقى عايزه نتيجه احسن بنسخن الزيت. الريحه بقى والله نفسي تكونوا معايا وتشموا الريحه، الريحه خطيره. بصوا تقل تاني، ولو عايزه اخففه كمان هخففه. هو ما شاء الله معايا حلو جدا جدا جدا. زي ما اتفقنا اهم حاجه نقلب. طبعا احنا المفروض نحط ماده حافظه، بس انا عامله كيلو او رتر. خلاص مش هيقعد معايا، يعني هو كده كده مش هيقعد معايا، فمش سهله ان انا احط مواد حافظه. هحط مواد حافظه امتى؟ لما اكون انا عامله كميه، حتى لو من الرتر دوت هبيع منه، اللي هياخد منه قد ايه؟ مش هيقعد معاه كتير، فيقعد معاكي كام شهر مش هيجراله اي حاجة. بجد نفسي اوصف لكم الريحة اللي انا شماها، حكاية تحفة تحفة تحفة. هنفتح كبسولة. حاولي بقى، بصي مش عايزاكي تسيبي تنتوفة فيها. انا بس معلش ايدي وجعاني فمش عارفة اشتغل كويس. دي بقى ضريبة يعني ايه الشغل اللي بنعمله لكم، عشان كده بنبقى حابين قوي تتفاعلوا معانا وتعملوا لايك عشان اكبر ناس تستفيد من الحاجة اللي احنا بنعملها، واكيد برضو استفادة ليا. بس معاكي بقى بلسم حكاية. وعلى فكرة لما يبرد احنا ممكن نخففه كمان. انا بس عايزة اسلمك منتج مظبوط، وبعد كده انت بقى ايه
ترجع لك انت. يعني انا هستنى لما يبرد خالص، هو برضو لسه دافي شويه، انا هستنى لما يبرد خالص وبعد كده هحط. يعني لو لقيته تقيل، انا جبت بس سباتلي نفس اللون، لو لقيته تقيل بصوا، لو لقيته اتقل من كده هخفه. بصي ما شاء الله. عايزه بس اقلب اللي تحت عشان مش واخدين اللون، الحتت الحروف ديت. كميه ما شاء الله قد ايه. قوليلي بقى لو انا هروح اشتري ده من بره، على فكره افخم وارقى الماركات معموله كده، اكبر الشركات معموله كده. يعني ايه، محدش يقولك لا اصل الشركه الفلانيه والشركه العلانيه. هي دي المكونات الاصليه. هو ده اللي بيتباع، هو دوت التجاري اللي بنبيعه. تحفه تحفه تحفه، حكايه تحفه خطير. يعني لو من هنا للسنه الجايه قعدت اقول لك لا حلو حلو حلو. ومجموعه البيوت اللي احنا حطيناها ليه دي هتعززه اكتر، هتغذي، هتقوي الشعر، هتخلي ان شاء الله باذن الله شعرنا حلو جدا. استمراراتها تكون سهله وخفيفه على قلبكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.